تمتع بتفاصيل طقوسك الصغيرة، مارسها بكل حب، واجعل من يومك يوما رائعا. صباح الخير. لا تكن هشا ضعيفا، وإن قست عليك الحياة يوما فإنها رسالة خفية لك بأن تبقى قويا، أن تبقى شجاعا، أن تبقى مبتسما، أن تبقى كما أنت. إذا لم تزد للحياة شيئا فأنت زائد عن الحياة، فلما لا تتبع شغفك وتتطلع للأفضل؟ تخلق في روحك حب الحياة وتستمر في الكفاح لتحقيق أهدافك، لتنجز ولو شيئا بسيط. انهض الآن وانظر للحياة بنظرة مختلفة. شركة تنشط في مجال التجارة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية هي كل حاجة تباع وتشترى عبر الإنترنت. بكل بساطة أي حاجة تباع تشترى عبر الإنترنت ولا أونلاين هي تجارة إلكترونية، والشركة راهي اعتمدت على هذا المجال ووفرت منصة تعليمية تقدر تبيعها من دارك ومن تليفونك، وتقدر تخدم مع الشركة من دارك وتليفونك فقط، والخدمة تاعك راح يكون لا بوبليسيتي ولا الدعاية الكلامية. انت راح دير لا بوبليسيتي للشركة، راح تجيب زبائن، راح تعرض عليهم منصة نيو فيزيون. بعد ما تجيب هذوك الزبائن راح تخلصك الشركة، أولا راح تخلصك على العمولة المباشرة اللي راح تديها مباشرة على الزبون. هذه العمولة هي 25%. 25% راح تديها على الزبون، أي واحد يشري من طرفك راح تدي عليه 25%. الفرص لا تطرق أبوابنا، تطرق أبناء أصحاب الوجهات فقط. الناس اللي مثلي ومثلكم يحتاجون أن يخلقوا الفرص من الصخر. المهم أن تكون مستعد، استعد للحلم الذي تريده. كثير من الناس يقول لك لم تأتي لي فرصة. أنت استعد وكن جاهز لتلك الفرصة التي ستأتيك. وإن لم تأتي هذه الفرصة اخلقها، لأن المبادر هو من يخلق فرصته بنفسه، والناجح هو من يخلق فرصته بنفسه.